واحد اسمه شريف ركب الأتوبيس رايح شغله، والزحمة كتمت النفس. قرر يقف جنب الشباك عشان ياخد شوية هوا. أول ما فتح الشباك الهوا دخل بسرعة صاروخية، وشال ورقته اللي فيها عنوان الاجتماع المهم اللي رايح له. شريف جرى بعينه ورا الورقة وهي بتطير. فجأة لقى الراجل اللي قاعد تحته ماسك الورقة وقاعد يقراها بتركيز ويقول: هو إيه ده؟ اجتماع سري؟ لو شفت اسم غالي عليك اعمل لايك واشترك في القناة. شريف اتوتر وقال له: يا عم سيبها، دي ورقتي. الراجل رد بكل جدية: مستحيل، دي نازلة من السما. الركاب كلهم اتدخلوا. واحد قال: ده أكيد ورق امتحان مسرب. وطفل صغير صرخ: بابا، هو ده الكنز اللي قلتلي عليه؟ شريف واقف محرج ومش عارف يشرح. في الآخر اضطر يقول قدام الأتوبيس كله: يا جماعة، دي ورقة اجتماع عن شغل ممل جدا، اللي يقراها هينام من غير عشاء. الركاب انفجروا وضحك، والراجل اللي ماسك الورقة قاله: طب ما تقول من الأول، ده أنا كنت ناوي أحفظها،